بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بيكم يا أحلى أخوات وأحلى متابعين. في الفيديو ده إن شاء الله هعمل الفراخ بالبصل في الفرن مع إضافة جديدة جميلة جدا هتعجبكم. دي الفراخ اهي بعد ما جبتها وغسلتها زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. طبعا لازم الفراخ تتغسل كويس علشان تاخدي نتيجة حلوة. ودي بقية المكونات زي ما انتم شايفين كده. دول بصلتين كبار، معلقتين من الكاتشب، معلقتين زبادي، وقرن من الفلفل الرومي، وقرن من الفلفل حامي متقطع مكعبات كده، والتوابل معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة فلفل أسمر، نص معلقة كزبرة، نص معلقة بابريكا، ومكعبين من مرقة الدجاج. وهضيف معلقتين من دبس الرمان، واضيف معلقتين من الزيت. طبعا بدل الكاتشب ممكن تضيفي صلصة. بسم الله. بنزل بالبصل الاول كده بالشكل ده في الصينية. طبعا دي الصينية اللي انا هسويها فيها. بضيف الفلفل متقطع مكعبات صغيرة كده. ده الزبادي، معلقتين من الزبادي، معلقتين كبار من الزبادي، معلقتين كبار من الكاتشب. ممكن تستبدلي الكاتشب ده بصلصة. دي التوابل، ممكن تضيفي اي توابل انت بتحبيها. بضيف بقى معلقتين من دبس الرمان، معلقتين اتنين بس مش كتير، بس كده. هضيف معلقتين من الزيت، بقلب الخليط بقى كله مع بعضه كده تقليبة حلوة. بسم الله. ما شاء الله ريحته تحفة. ريحة المكونات كلها كده مع بعض جميلة قوي. بسم الله ما شاء الله. بقلبهم كده كويس مع بعض، وبعدين هرص الفراخ. اي قطع من الفراخ عندك عايزة تعمليها بالطريقة دي اعمليها، هتستوي وهتبقى زي الفل. برص الفراخ بقى بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بخلي جزء كده في قعر الصينية وارص عليه الفراخ، والجزء التاني بحطه على الفراخ من فوق. ارصها كلها بالشكل ده كده. هنفتح معاكم بقى برطمان الزيتون، هتشوفوه معايا. ده الزيتون اللي انا خللته معاكم في الفيديو اللي فات. استوى بقى زي الفل. هفتح على الزيتون وتشوفوه معايا بقى وتقولوا رأيكم ايه. برص الفراخ كلها بالشكل ده كده. وبعد ما ارص الفراخ هضيف لها معلقة من السمنة البلدي، كم قطعة كده صغيرين على الوش بس كده يدوا طعم حلو كده للفراخ. لو مش حابة تحط سمنة مفيش مشكلة، الزيت كفاية.
هضيف لها بقى معلقة من السمنة البلدي كده على الوش، قطع صغيرة كده على الوش في كل مكان كده قطعة، بتطعم الفراخ وتخليها حلو. وطبعا بتخلي الصوص بتاعها حلو بقى، تغمزيه بالعيش البلدي بقى كده حاجة تحفة. اهي قطع صغيرة بس كده على الوش. هعمل جنبيها بقى مكرونة بالصلصة، مكرونة محمرة بالصلصة. حابة تعملي جنبها مكرونة، تعملي رز بشعرية، زي الفل. هرفعها بقى على عين البوتاجاز لمدة 10 دقايق تغلي كويس وتطلع ميتها، وبعدين ادخلها الفرن، ولما تستوي ان شاء الله هوريها لكم. ده الزيتون اللي انا خليته معاكم زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، شايفين شكله عامل ازاي؟ الله اكبر. طبعا انا بقفل عليه بالشنطه كده، بقفل عليه بالكيس البلاستيك ده كده علشان ما يدخلوش هوا. بسم الله. شايفين شكله عامل ازاي؟ ما شاء الله اهو. طلع منه بقى شويه كده في الطبق ونشوفهم مع بعض. استوى وطعمه جميل قوي، زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة سهلة وبسيطة خالص للزيتون. ولا تنقعي ولا تعملي حاجة خالص، مفيش نقع ولا حاجة خالص. انا غسلته وعبيته، شايفين شكله عامل ازاي اهو، زي الفل. غسلته وعبيته في البطرمان وحطيت له كل ملزماته وبقى زي الفل. دي الفراخ بعد ما استوت اهو، طلعتها من الفرن زي ما انتوا شايفين. ريحتها حلوة وشكلها حلو، وان شاء الله طعمها هيبقى احلى. هتشوفوها معايا في طبق التقديم. الفراخ اهيت بعد ما غرفتها في طبق التقديم زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله جميلة جدا. ودي المكرونة، مكرونة محمرة بالصلصة. وده الزيتون اهو زي ما انتوا شايفين مستوي زي الفل. اعملي الفراخ بالطريقة دي هتعجبك قوي. بتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.